السلام عليكم. هنعمل النهاردة شاورما البطاطس، أكلة حلوة ولذيذة واقتصادية وعلى قد الإيد، كلها من البيت، مش هتكلفك أي حاجة. هنبشر البطاطس، هنغسلها وكويس، يعني هنقشر الأول البطاطس ونبشرها بالمبشرة، نغسلها كويس جدا من النشا اللي فيها، ونحطها في مصفى تتصفى من المية خالص. وأنا كان عندي فراخ هنا مسلوقة، يعني موجودة عندي، فانا قطعتها وحطيتها عليها، بس هي ممكن تتعمل عادي من غير فراخ ولا اي حاجة. فانا حطيت الطاسة، حطيت فيها زيت وسمنة، ومقطعة البصل قطع صغيرة حطيتها عليها. هقلب البصل في الزيت والسمنة، مش هحط لها لا ملح ولا اي حاجة عشان ما تنزلش مية، لحد ما تدبل البصلة معايا شوية. مقطعة فلفل الوان، وممكن فلفل اخضر عادي كوبي، رفيع عادي، طويل يعني، ممكن فلفل حامي كمان معاها بيبقى حلو قوي. هنقلب البصل لحد ما يدبل معانا، وبعد كده هننزل عليه بالفراخ تتشوح شوية، هي مستوية يعني، بس احنا هنقلبها عشان تاخد من طعم البصل شوية. ننزل بالفراخ عليها مع البصل ونقلبها تقلبتين كده، مش كتير يعني. وبعد كده هننزل بالفلفل عليها، هنقلبه برضو تقلبتين. يعني عشان اتاكد، بس انا بقلبها في البصل شويه عشان اتاكد ان هي ايه، خدت من طعم البصل الفراخ شويه. هننزل بالفلفل عليها، هتتقلب برضو تقلبتين، يدبل حاجه بسيطه الفلفل برضو معانا. ولو بتحبي فلفل حامي حطي، هي بيبقى طعمها جميل طبعا هي وحاميه، بس لو في حد ما بيحبش الحامي عادي احط لها فلفل كوبي عادي من غير فلفل حامي ولا حاجه. هنفضل نقلب فيها بس شويه، وبعد كده هننزل بالتوابل. التوابل انا حاطه ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، كركم وكاري، كزبره ناشفه، وتوم باودر، ومرقه دجاج للي بيحبها. اللي مش بيحبها يشيلها عادي، مفيش اي مانع، بس هي بتدي طعم حلو. هنقلب في البهارات كده لحد ما تدخل في المكونات